المغرب تلعب على أرضها وبين جمهورها، لأن دوحة العرب هي دوحة الجميع. العالم أتت من جميع أنحاء العالم لحضور مباريات رائعة للغاية. كأس العالم قطر 2022 هي نسخة عربية بطباع مميز، لأنها أول دولة إسلامية تتميز وتستضيف بطولة كأس العالم منذ عام 1930 إلى يومنا هذا. قطر فعلتها، قطر شرفت الجميع. فهل يستطيع المنتخب المغربي أيضا تشريف العرب والفوز على المنتخب الكرواتي، أحد أفضل الأندية أو أحد أفضل المنتخبات في كأس العالم؟ وأيضا كما فعل المنتخب السعودي وانتصر على المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف أمام المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، آنخيل دي ماريا وجميع نجومه. فإن شاء الله المنتخب المغربي يقدم أداء مشرف وأداء يرضي هذه الجماهير المتعطشة للانتصار الأول في كأس العالم، ولمباراة ستكون رائعة رائعة رائعة. رأيك في لاعبي المنتخب المغربي؟ برأيي المنتخب المغربي يقدم مستويات هائلة، لاعبينه جميعهم يلعبون بأوروبا وفي أفضل الأندية الأوروبية. نبدأ مثلا من الحارس ياسين بونو الذي كان ينافس تيبو كورتوا على جائزة أفضل حارس في الدوري الأسباني الموسم الماضي، تصدى للكثير، فعل كل شيء مع إشبيليا، وصل إلى الدوري الأوروبي، الآن يلعب بقميص المنتخب المغربي. أسماء قوية مثل أشرف حكيمي طبعا الغني عن التعريف مع نادي باريس سان جيرمان، أيضا رومان سايز قائد المنتخب، بالإضافة إلى ذلك غياب بعض الأسماء عن كأس العالم السابق مثل بهدي بن عطية الذي كان قائد المنتخب، ولكن مع ذلك المنتخب المغربي لن يتأثر، لأن بيروح فيها الشباب الكثيرين مثل الزلزولي الذي يلعب في أحد أفضل الأندية الأوروبية، حكيم زياش الذي يلعب في نادي تشيلسي، منير حدادي في نادي إشبيليا، بالإضافة إلى يوسف النصيري هداف نادي إشبيليا أيضا. أسماء رائعة للغاية. المنتخب بإمكانه الانتصار على المنتخب الكرواتي، ولذلك على الجماهير أن تشجع فقط، وأيضا تطلب من المنتخب المغربي تقديم أفضل ما لديه، ونحن معكم. شكرا لك.